السلام عليكم خوتي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. فيديو جديد اليوم كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم. كما شفتوا العنوان هنايا، ابو حمزه سمى الاسم ديالو ابو حمزه، يعني بحال شي داعيه كبير مثلا، فهمتي؟ عنده ديك الشيء، هو كيقول هو الواعر، يعني كيمشي لهولندا المانيا، كيمشي يجمع الفلوس باش كيبني بهم جوامع. الموضوع اليوم هو شفت واحد الفيديو اللي جعلني نعمل هذا الفيديو على هذا الشخص هذا، لان ديجا يعني هضرت عليه في واحد الفيديو وما كنحاولش زعما باش زعما نعمل البوز على الظهر هذا الشخص هذا، لا، شفت واحد اللقطه اللي هي صغرت فيها. هذا الفيديو اللي غيدوز دابا هو اللي غيحكم على هذا الفيديو اللي غنهضر عليه، لان شفت هذا الفيديو عاودته شحال من مره باش نتاكد بان داك الشيء اللي غنشوف بصح. وشاهدوا هذا الفيديو هذا ونرجع. إنه هو الغفور الرحيم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. كما شفتوا الخوت، هذا الفيديو هذا عمل المنبر ديال الفقيه اللي كيكون في الجامع كيعطي منه الخطبه، عملوا في وسط الدار، عملوا في وسط الدار باش يشوفوا الناس بانه هو فعلا كيصلي بالناس. بزاف ديال الناس كيستمعوا له، يعني كيعطي لهم الخطبه، يعني كيخطب، يعني بحال اللي في الجامع، هو ديك المنبر اللي كيكون عند الفقيه كيعطي عليه الخطبه في الجامع، غير كيشبه المنبر. اما هذا كيشبه ديك اللي كيكون في المحكمه ديال الحباسه. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، واشهد ان لا داك اللي جبر واقيلا وشراه من شي بلاصه ولا عملوا عند النجار وجا باش يخطب به في الدار ديالو، باش يوري الناس، يعمل هذا الفيديو هذا بان انا فعلا داعيه اسلاميه وفقي وكنعطي الخطبه بالناس. يعني غير هذه غير كخدعه باش يثقوا فيه الناس بان فعلا هو شيخ. شوف فين وصلنا يا اخوان، وصلنا لواحد الوقت اللي هو حنايا كنكذبوا بالدين باش نجمعوا الفلوس. هذا الشيء هذا ماشي انا قلت، انا الفيديو ديالك هو اللي كيحكم السي ابو حمزه، باش نكونوا منطقيين. الفيديو ديالك هو اللي يحكم عليك. يعني حنا وصلنا لواحد الوقت خصنا نكذبوا على الناس بالدين باش نجمعوا الاموال. يعني حشومه، هذا الدين ما معاش اللعب ومع شي، يعني تسعى بالدين راه ماشي منطقي. والفلوس اللي كتقول يعني الله يوفقك، يعني الا كنت تجمع الفلوس باش تبني بهم جوامع سواء في المغرب ولا في اوروبا، ما عندناش مشكل، الله يوفقك، هذا خير كبير. الا كنتي ديك البركه اللي كتجمع وكتهزها كما هي وكتحطها باش يبنيو بها جوامع. ولكن انا كنتخيل زعما مثلا غير كنظريه ديالي، مثلا انا غير كالراي ديالي الشخصي، حسبوني كما بغيتو تحسبوني. مثلا دابا هذا الشخص هذا كيقول بان داعيه اسلاميه وكيعطي الخطبه للناس، واش عنده استفاده؟ يعني مثلا يجمع هاد الفلوس هادو وهذا الذهب اللي هضر عليه بانه كيبني به الجوامع، واش عنده شي حاجه كيستافدها من هذا الشيء هذا؟ انا ما عرفتش. انا كنشوفك مثلا في بعض الساعات في اللايفات في التيك توك، وكنشوفك بعض الساعات في مطعم أبا حمزة يقدم كل ما لذ وطاب. شوف تبارك الله، اللحم المبخر مع شلاضة، تبارك الرحمن، شوف العظيم. واحد المطعم جالس، ما عرفتش واش كتجمع ديك الفلوس والذهب كتمشي تبني بهم القهاوي والمطاعم راسك، ولا كتجمعهم باش تبني بهم الجوامع. ما كنظلم حتى شي واحد، ولكن ديك الشيء اللي شفت انا، الفيديو اللي شفته هو بان عمل منبر في وسط الدار وكيخدع الناس فعلا في الجامع. لان انت كتكذب بالدين يا صديقي، راه الدين ما كيكذبوش فيه. يعني بحال اللي عامل انت عامل جامع في الدار ديالك، ولكن جامع راه بيت الله صاحبي، راه كتكذب على الدين وكتكذب على الله صاحبي، كتكذبش على العبد. دابا انت كتكذب على الله بانك انت فعلا داعيه اسلاميه وكتخطب بالناس وكتعطي مثلا خطبه في نهار الجمعه وهذه، ولكن ورينا غير شي نهار مثلا في شي جامع انت مصور ولا كتعطي الخطبه بالناس. يعني ما جبرتيش هاد الحيله باش تعملها، يعني ما جبرتيش اللي قبل عليك، اصلا ما عندكش باش تخطب. يعني انت سوره القران ما حافظهاش كما قلت لكم في الفيديو السابق، يعني كيعمل لي زياد باش كيسمع عندك الشيوخ اللي كيتحدثوا بالدين بلا ما نذكروا السميات، يعني الشيوخ ديال المغرب ولا ديال الدول العربيه، باش كيعطي الخطبه للناس.
مثلا ماشي للناس في الفيديوهات ديالو بان زعما فعلا هو داعيه اسلاميه شيخ الخطبه للناس، ولكن بدون ليزيات ما يقدرش يهضر لانه هو داكشي اللي كيسمع كيعاود بحال الشغل ديال الباباغيو. المهم الخوت، انا الفيديو هذا اللي جعل انا عاد تحت في هذا الفيديو اللي دوزت لكم بان عمل منبر ديال اللي كيعطي عليه الخطبه الفقيه في وسط الجامع وعملوا في وسط الدار ديالو باش يبين للناس بانه هو فعلا كيعطي الخطبه للناس، كيعطي واحد الصوره على راسو بان هو فعلا راه كاين في الجامع وكيعطي الخطبه للناس، كيخادع الناس بانه هو فقيه وهو ما عنده حتى علاقه بالفقهاء. اختلف الطعام جاز لك ان تاكل من مكان اخر. حيت هنا كاين الرجل هذا فيه الضلعه. وهو الناس اللي كيعرفوه مزيان كيقول لك هو ما حافظش حتى سوره ديال القران. ماشي انا اللي كنقول، انا داكشي اللي قالوا الاخوان هو اللي بغيت نوصلكم بانه هو ما حافظش القران الكريم باش يكون داعيه اسلاميه ولا شيخ. هذا الشيء هذا راه كاين في مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن الفيديو اللي عصبني انايا هو الفيديو اللي دوز لكم بان عمل منبر في وسط الدار باش يخادع الناس بان كيعطي الخطبه بالناس. هذا هو اللي ما عجبنيش. يعني انت كتخدع الناس، يعني كتكذب على الله وكتكذب على الناس بانك انت كتعطي الخطبه بالناس باش يثيقوا فيك الناس زعما بان انت شيخ واعر وداعيه اسلاميه. سوا الخوت كنتمنى يعني يعفو عليه الله من هاد الخدع هادو اللي كيعمل للناس باش يثيقوا فيه باش يجمع الاموال. انا ما عرفتش هاد الاموال اللي كيجمعوا الذهب واش كيبني به الجوامع بصح ولا كيبني به المطاعم اللي كنشوفوها ديما جالس فيه كيقول المطعم ديال ابو حمزه ولا ما عرفتش شنو سميتو. ماشي ضدو ماشي ضد حتى شي واحد، انا كنعلق على داك الشيء اللي كنشوف واللي منشور في مواقع التواصل الاجتماعي. شويه لايكات والدعم باش نستمروا في هذه القناه هذه ان شاء الله باش ما نفشلوش، لان الدعم كيحفز الانسان باش ينشر الفيديوهات. المهم الخوت كنتمنى يكون عجبكم الفيديو باش ما نطولوش عليكم هاد لا فيديو. ما كتعرفوني بانني انا ما كيعجبنيش نطول في لا فيديوهات بحال اللي كيعملوا بزاف ديال اليوتيوبرز، الا ما كملش ديك 8 دقائق ما يقطعش الفيديو، لان 8 دقائق انت كتعرف كيركب الاعلانات على بزاف على الفيديوهات. يعني فوق 8 دقائق باش نفهموكم في هذه القضيه، فوق 8 دقائق كيمكن له يركب اكثر من اعلان على الفيديو ديالو، مثلا 8 9 10 حتى 10 الاعلانات يقدر ينزلوا في الفيديو ديالو. على ديك الشيء كيكون اخر يعني الموضوع اللي غيهضر عليه مثلا فيه غير 5 ولا 4 دقائق كيضطر بان يكمل ديك 8 دقائق واخا يكذب على الناس باش ينزل الاعلانات في الفيديوهات ديالو. ولكن انا النهار اللي كنهضر على شي موضوع ديك الشيء اللي كيخص ديك الموضوع فقط كنكمل ديك الموضوع كنقطع الفيديو، ما نزيد شي حاجه من راسي باش نعمر مثلا فيديو فوق 8 دقائق. هادشي اللي كاين الخوت في الفيديو، كنتمنى يكون الاعجاب ديالكم. الى اللقاء في الموعد ديالنا شي موضوع اخر ولا شي فيديو جديد. تهلاو في راسكم.